يا مساء الفل حبايب سينيوريتا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض طواجن المكرونة باللحمة المفرومة زي المحلات، بس الفرق الريحة والطعم والنكهة احلى من بره بكتير. يلا بينا نبدأ بالمقادير والطريقة. عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، 2 طماطماية مبشورة يكون حجمها وسط، 2 قرن فلفل اخضر متقطع مكعبات، بصلاية كبيرة مفرومة، جزراية كبيرة مبشورة. هنجيب الوok بتاعنا ونحط فيه معلقة من السمنة أو الزيت زي ما تحبي، وبعد كده هنبتدي ننزل بالبصلاية، نفضل نشوح فيها مع رشة صغيرة من الملح والفلفل الأسود لحد لما البصلاية بتاعتنا تدبل. مش عايزة لونها يغير، يا دوبك بس البصلاية تدبل، وبعد كده هنبتدي ننزل باللحمة بتاعتنا. حطيت رشة الملح والفلفل الأسود، وكده البصلاية تمام زي ما احنا شايفين دبلت ولونها ما اتغيرش. هنبتدي ننزل باللحمة بالشكل ده، هنفضل نقلب فيها لحد لما اللحمة بتاعتنا تستوي وتنزل المية بتاعتها وكمان تتشرب المية، وبعد كده ننزل بباقي المكونات. الطريقة دي في عصاج اللحمة هتخلي اللحمة بتاعتنا مسكرة وجوسي وطعمها حلو جدا. بعد ما اللحمة استوت نزلت بالفلفل، وبعد كده هبتدي انزل بالجزر وهفضل اشوح فيهم لحد لما الجزر بتاعي يستوي. بعرف ازاي ان هو استوى، بلاقي شكله ولونه اتغير، يعني دبل شوية وكمان لونه اتغير بالشكل اللي احنا شايفينه. كده تمام، الجزر بتاعي استوى ولسه هنكمل التسوية بتاعته. نزلت بالطماطم المبشورة وقلبتها بالشكل ده، وهجيب نص كوباية من المية وابتدي احطها واقلبها علشان اكمل تسوية اللحمة والخضار بتاعي. هنحط ملح وهنحط فلفل اسود وبهارات لحمة، وكمان هنحط بشر جوز الطيب. لو مش حابة تحطي بشر جوز الطيب تقدري تستبدليها بكباب صيني. كباب الصيني بتدي طعم ونكهة حلو جدا برضو مع اللحوم. قلبت المكونات كلها مع بعض كويس، ههدي النار واغطي على اللحمة واسيبها بقى تستوي. الطريقة دي زي ما قلت لكم هتخلي اللحمة بتاعتي جوسي. هنجهز الصلصة بتاعة المكرونة. جبت حوالي 3 معالق من الزيت ونزلت بالثوم بتاعي، هفضل اشوح فيه لحد لما الثوم ياخد اللون الذهبي الفاتح، وبعد كده هبتدي انزل بمعلقة من الصلصة والطماطم المعصورة والمتصفية كويس. كده تمام، الثوم بتاعي استوى. هبتدي انزل بمعلقة الصلصة او معلقتين زي ما تحبي، وهشوحها كده علشان ريحة المادة الحافظة تخرج منها، وبعد كده ننزل بالطماطم المعصورة والمتصفية. عايزة اقول لكم الطماطم المبشورة اللي احنا حطيناها في عصاج اللحمة نقدر نستبدلها بمعلقتين من الصلصة، لكن حقيقي الطماطم بتدي تسكيرة حلوة جدا للحمة المفرومة لما بنحطها فريش. هنرجع تاني للصلصة. انا كده حطيت الطماطم، هنحط التوابل وهي عبارة عن ملح وسكر وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة ومكعب من مرق الخضروات. هننزل بالتوابل على الطماطم ونقلبها كويس جدا. مجرد ما بننزل بالتوابل على الطماطم ونقلبها بنشم ريحة طاجن المكرونة اللي اول ما بنخش محلات الكشري كده بيكون مفحفح وجميل جدا. هسيبها تغلي لحد لما تتسبك شوية والمادة الدهنية تفصل على الوش، وبعد كده هبتدي ارجع ازود المية واظبط القوام بتاعي. لو الطماطم خفيفة مش تقيلة خلاص يبقى القوام انت مش هتحطي مية، لكن لو الطماطم تقلت منك بتبتدي تزودي مية لحد ما توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده. لا تكون خفيفة ولا تكون تقيلة، تبقى بالقوام المظبوط علشان تطلع الطاجن بتاعنا حلو ويكون تمام يعني. جبت الطواجن الفخار دي ودهنتها كده دهنة خفيفة جدا بالزيت علشان لما نيجي نقلب الطاجن ما تلزقش فيها اللحمة المفرومة او المكرونة. دهنة خفيفة كده جدا.
وهنبتدي نجيب اللحمة بتاعتنا بعد ما تمام استوت، وهنحط معلقتين او 3 كده في كل طاجن، ونبتدي نسويها بالمعلقة بالشكل ده. كمية اللحمة اللي انت هتحطيها براحتك جدا، انت اللي تتحكمي فيها. انا ما اخدتش نص كيلو اللحمة كله، انا عملت 4 طواجن، اخدت تقريبا يعني نص الكمية او اكتر شوية، لكن ما اخدتش كمية اللحمة المفرومة كلها. بعد ما سويت اللحمة او العصاج بالشكل ده في الطاجن، هبتدي اجيب المكرونة بتاعتي نية واحطها فوق المكرونة، فوق اللحمة. المكرونة تكون نية واحطها بالشكل ده. اي نوع مكرونة، مش شرط مكرونة قلم، ممكن تعملي مكرونة صغيرة او وسط، مفيش اي مشكلة خالص. بصوا القوام بتاع الصلصة ده مهم جدا جدا، زي ما قلت لكم، لا هي خفيفة قوي ولا هي تقيلة. وهنبتدي نحط الصلصة ونرجها بالشكل ده، بحيث نغطي المكرونة، بس ما نخليش المكرونة او الصلصة تبقى فوق المكرونة عالية، يا دوبك بس نغطي المكرونة بتاعتنا بالصلصة، ونخلي فيه مسافة صغيرة كده في الطاجن علشان لما المكرونة بتاعتنا تستوي. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ارتفاع المكرونة هو نفس ارتفاع الصلصة بالشكل ده. بصوا كده تمام جدا جدا. انا عملت 4 طواجن، هبتدي بقى اغطي الطواجن دي. جبت ورق زبدة وغطيتها بالشكل ده، وبعد كده ابتدي اغطيها بالفويل. حطيت ورق الزبدة علشان الفويل ما يتفاعلش مع الصلصة. تمام، لكن تقدري تحطي ورق فويل بس، يعني لو مش متاح عندك ورق زبدة. طبعا انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 220. هبتدي ادخل الطواجن دي الفرن في الرف الوسطاني. هتاخد حوالي، انا اخدت معايا حوالي 50 دقيقة، لكن من اول 40 دقيقة تبتدي تشوفي التسوية تمام ولا لا. بنشوف كده مكرونايه من الطرف كده، اذا استوت اللي فوق يبقى خلاص كل الطاجن بتاعي استوى. بس انا اخدت معايا 50 دقيقة عشان انا بحب المكرونة تكون طرية قوي. تمام، لكن ممكن تاخد من 40 ل 50 دقيقة لو انتي بتحبي المكرونة فيها ندغة سنة. تمام. كده خلاص تمام، الطواجن استوت وقلبتها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. الصلصة مظبوطة جدا، التسوية حلوة جدا جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واكلة حلوة ومختلفة وعاملينها بمكونات في البيت، ومش بتاخد اي وقت خالص في التحضير زي ما احنا شفنا. تعالوا شموا بقى الريحة جميلة جدا جدا، والمكرونة بجد زي العسل. اللحمة المعصجة بالطريقة دي بتكون مسكرة وطعمها حلو جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وتعليق حلو منكم كده، وقولوا لي انتوا بتشاهدوا الفيديو من اي مكان. اشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.